هيحصل إيه لو جسمك بطل يحس بالألم؟ في البداية تابعنا عشان يصلك كل جديد، ويلا نبدأ. بتتمنى إنك ما تحسش بالألم؟ أنا كنت زيك لحد ما عرفت إن في ناس فعلاً عايشين كده وبيموتوا بسببه. في مرض اسمه سيبا، صاحبه مش حاسس بأي ألم خالص، لا حرق لا كسر لا جرح، مش شاجة. وأول ما سمعت ده قلت ده حلم، بس لما عرفت التفاصيل غيرت رأيي على طول. لو جسمك بطل يحس بالألم ممكن تتحرق ومش هتعرف، ممكن تنكسر إيدك ومش هتحس، ممكن تنام على دراعك طول الليل وتصحى مشلول. الجروح الصغيرة بتتحول لعدوى خطيرة لأن جسمك مش بيديك إشارة إن في مشكلة. والأكل الحار ممكن يحرق جواك وإنت مش عارف خالص. وكمان نفسيتك هتتأثر، الخوف الطبيعي من الخطر هيختفي، وده أخطر من أي جرح، لأن الألم هو اللي بيخليك تتحاشى المواقف الخطيرة أصلاً. الألم مش عدوك، هو نظام الإنذار المبكر بتاعك، وكل وجعة بتحس بيها جسمك بيقولك أنا شايفك وبحاول أحميك. فالمرة الجاية لما تتوجع قول الحمد لله.